كده شغالين كويس؟ يا ريت بس الناس تقول لي كده الدنيا تمام ولا لا. لو الدنيا تمام نكمل كده احسن. طيب، الناس اللي خلصت التحدي اللي كنا شغالين بيه الاسبوع اللي فات تركز معايا، عشان ده التحدي بتاع الاسبوع ده للناس اللي عايزه تكمل وتغير من شكل حياتها. هعمل لكم تحدي من نوع معين. انا ما كنتش هقدر الحق النهارده نطلع اللايف، لكن حبيت ان انا اطلع عشان في ناس ماشيه وانا عارف ان هي بتنفذ التعليمات وبتبعت لي وشغاله كويس. عشان كده الناس دي انا مش عايزهم يتغيروا او يوقفوا، لان هي انا عارف هتوصل لايه. فانا النهارده تكمله للتحدي محتاجين بس نكبس ونعلي الشير عشان نقدر نوصل للناس دي، عشان نعرف التعليمات الجديده. الجزء الثاني من التغيير او الناس اللي عايزه تتغير، الاسبوع الثاني ال7 ايام الجايين دول نبدا نشتغل، نفكر قوي في كل كلمه هنقولها ونعرف هنقول ايه. احنا ليه بنقبل باقل مما نستحق؟ 5 حاجات هندخل مع بعض في نفسنا فيهم التحدي ده الاسبوع ده. الحاجه الاولى هي القيمه الذاتيه. القيمه الذاتيه. الحاجه الثانيه هي العلاقات. الحاجه الثالثه هي الخوف. الحاجه الرابعه هي الحدود. الحاجه الخامسه هي التغيير. 5 حاجات، يا ريت لو حد معانا في التيم يكتبهم. 5 حاجات محتاجين ان احنا نركز عليهم. ده التحدي بتاع الاسبوع ده: القيمه الذاتيه، العلاقات، الخوف، الحدود، التغيير. برافو عليك. هحاول اثبت التعليق ده. انا ثبت التعليق اهو للناس اللي كتبته. القيمة الذاتية، العلاقات، الخوف، الحدود، التغيير. 5 حاجات. طيب ببساطة كده، ايه هي القيمة الذاتية بتاعتنا عشان نبقى عارفين وما نتلخبطش فيه؟ لو انا بحكي لحد حكاية كانت صعبة جدا، في ضغوط الحياة، في الابتزاز، في الظلم، في الأذى، في الخذلان، في العشم، في الناس، كل الحاجات دي، ايه اللي هيحصل؟ هندي قرار للي قدامنا ان انا اسيبه فورا. طيب انا هقول لنفسي ليه بدي للناس اللي حواليا اعذار انا مش بديها لنفسي؟ يبقى انا هدي لنفسي الاعذار اللي انا بديها للي قدامي. مش القاعده بتاعت الاسبوع اللي فات كان فيها 0 اعذار؟ طيب انا مش هدي للناس اعذار، اي عذر انا هديه لنفسي عشان اقدر اتغير. يبقى دي القيمه الذاتيه، ادي لنفسي تقديرها الحقيقي. الحاجه التانيه، لو شخص في حياتي بيختفي وبيرجع لي وقت ما بيحتاجني، اخويا، ابويا، امي، صاحبي، زميلي، خطيبي، جوزي، نيله، زفت الطين، كله نعمل قط ما بيننا وما بينه. ليه؟ ما ينفعش اي حد يتعامل في حياتي على حسب احتياجه ليا. ممنوع. اي حد بيختفي وبيجي لنا وقت ما يكون عايز حاجه، الناس دي ما تتعاملش معانا. ليه؟ الناس اللي عايزه تغير من شكل حياتها ويكون عندها كاريزما ويكون لها قيمه في الحياه وقيمه في الدنيا وتكون مرتاحه وعندها سلام نفسي، ما تتعاملوش مع اي حد. في ناس بتكون في حياتنا بتتصل، اول ما تتصل تبقوا انتوا عارفين ان هما هيطلب منك خدمه او عايز منك مساعده او عايزك في طلب. ايفن ان انت عندك مصيبه، عندك كارثه، هو مش هيطبطب عليك ولا هيكون اقرب الناس ليك، لكن هو عارف ان انت بتاع الطوارئ، انت اللي بتحل المشاكل، انت اللي بتحل الديون بتاعته، انت اللي بتحل الصعب بتاعه، انت اللي قريب منه. قالوا انا تعبان، تعال خدني، تعال منه، وانتوا اوريدي بتروحوا تضحوا تحت مسمى ان ده اخويا، خطيبي، خطيبتي، الناس المحيطه بيا. فكل ده كلام اونطه وكلام مش صح. اي حد بيختفي ويرجع لكم يعاتبكم، يضايقكم، يحط لكم مبررات، تحط لهم مبررات، اعذار مش عايزينه في حياتنا. اللي بيرجع وقت احتياجه لينا ما تدخلوش في حياتكم. اللي بيرجع وقت احتياجه لينا مش عايزينه في حياتنا. انا مش مجرد اختيار عند حد عشان حاجه هو عايزها مني. عايز مني مشاعر براحته، عايز مني ماديات، معنويات، براحته، لكن انا متاح ولا لا؟ فمش كل حد بيكون جاي لي هو جاي لي مشتاق. لا، هو مش جاي مشتاق، هو جاي عايز حاجه هو عايزها لنفسه، هو جاي عايز يضيف حاجه لنفسه محتاجها مني.
الناس اللي زي دي، الناس دي ما تسمحوش ليها ان هي تبتزكم او تتلاعب بيكم او تضحك عليكم. لان اخطر حاجه بتتعمل في العلاقات ان احنا بنرجع او بنرجع الناس الغلط ونسيب لها الباب مفتوح. الناس اللي بتلعب معاكم لعبه ان انا هجيلك لما اكون محتاج منك حاجه وانت بتفتح لي الباب، انت هش او انت هشه، انت ضعيفه. تقولي لي تحت مسمى جبر الخواطر، انتوا بتضحكوا على بعض، انتوا بتشتغلوا بعض، لان دي مش حقيقتكم. حقيقتكم ان انتوا بتسيبوا الباب مفتوح للناس الاقوى منكم وشخصيتهم اقوى منكم. فاذا انتوا حسيتوا ده من الناس المحيطه بيكم، يبقى انتوا شخصيتكم اضعف من اللي قدامكم. طب نعمل ايه؟ هو ده الحل، سوليوشن. اي حد، كم واحد جاوب معايا دلوقتي في اللايف وقال لي بيحصل، يبقى هو شخصيته اضعف من الحد اللي بيعمل معاه ده. تاني، اي حد بيتصل بينا وقت ما يكون عايزنا واحنا بنرد، اي حد عايز مننا خدمه واحنا بنقدمها له بالتوقيت اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزه، اي حد عايز مني اي مساعده وريفر نوعها، حتى لو محسسني ان انا وزير الثقافه ووزير العلم، ما اديهالوش. ليه؟ لان هو هنا بيضحك عليا وبيرجع لي بالطريقه وبالتوقيت اللي هو عايزه مني عشان ياخد اللي هو عايزه مني وبعد كده يمشي ويقفل الباب مع السلامه. ميك سنس؟ فتاني، اي حد بيجي لنا بقى يطلب منا حاجات وينفخنا ويدينا قيمتنا ويدينا اهتمام ويرفع لنا معنوياتنا عشان نلبي له طلب او خدمه او غرض، شخصيته اقوى من شخصيتك. شخصيته اقوى من شخصيتك. تاني، شخصيته اقوى من شخصيتكم. ابنك، بنتك، اخوك، جوزك، عمتك، صاحبتك، اختك، اصل فصل. انت عارفه هما بيجوا لكم ازاي؟ ايه الطقم الحلو ده؟ ايه الشياكه ده انت جيت على قلبي، ده انت جيت على لساني، ده انا بقول ما فيش في الدنيا غيرك، ده انا وينفخ فيكي، لانه هو عارف ان انت اضعف منه ومحتاجه النفخه دي، فينفخك وانت تفرحي، فالايجو يعني، فتدي له الخدمه اللي هو عايزها عشان تمشي من عندك مرضيه او يمشي من عندك راضي ان انت عملت له اللي هو عايزه. فانتوا كده شخصياتكم اضعف مما تتخيلوا. انتوا تمتلكوا حاجات مش عندهم، فهم بيجوا لكم يحسسوكم ان انتوا لكم قيمه، ياخد اللي هو عايزه ويمشي، ياخد اللي هو عايزه ويمشي. شكرا نولا، حقيقي تحياتي، شكرا. فبياخد اللي هو عايزه وبيمشي. حلو لحد كده؟ تمام. الباوندرز بنعملها ازاي؟ حدود ان انا ما اعاقبش الناس، مش انا اللي هعاقب الناس، لكن انا هعلمهم يتعاملوا معايا ازاي، امتى يتكلموا معايا وامتى ما يتكلموش، امتى يحترموني وامتى يهينوني. هي دي الباوندرز. الباوندرز مش حاجات انا هقولها وخلاص، مش حاجات انا هعملها وخلاص، لا، they are self respect. ده حاجات هتخليني احترم نفسي والناس تحترمني. اتفقنا لحد كده؟ ارضاء الناس، مفيش حاجه اسمها ارضاء الناس. لو قلت كلمه لا بتخوفك يبقى انت ضعيف. كلمه لا لازم تكون بتقويكي، لازم تتعلمي تقولي لا. مش عارفه تقولي لا، قولي نو. قولي نو. مش عارفه تقولي لا، قولي نو. هل انا خايف الناس تزعل مني ولا انا ضعيف؟ في فرق بين ان انا اكون شخص لطيف وفي فرق ان انا اكون شخص بيخاف يترفض. لازم تعرفوا الناس بتتعامل باقل من قيمتكم بالطريقه اللي هي عايزاها، اللي انتوا تعملوه فيها اللي انتوا عايزينه. انا مسؤول عن اساءة الاخرين ليا؟ انا مسؤول عن احترام الناس ليا؟ انا مسؤول عن قرار ان انا افضل ماشي عليه؟ طيب الحل، انا عايز كل واحد يكون صريح. ايه الحاجه اللي بتقبلوها من الاشخاص اللي انتوا عارفين ان هم بيجوا لكم وقت احتياجهم ليكم؟ ده اللي انتوا لازم تعملوه.
لان انتوا لو ما قدرتوش تعرفوا قيمتكم لما تبعدوا، ما تخليش فيها رجوع، ما تخليش فيها تنسى، ما تخليش فيها ماشية، ما تخلوش فيها. ما تخلطوش يا جماعة. شكرا حقيقة نولا، تحياتي يا نولا، شكرا ليكي بجد، شكرا ليكي حقيقة. ما تخلطوش ما بين، شكرا يا سوسو، ما تخلطوش ما بين الاهتمام وما بين الحب. تحياتي يا نولا. ما نلخبطش المشاعر والعلاقات تحت المسمى الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها. شكرا يا أنت. طيب، هل احنا محتاجين نفهم ايه هو الحب وايه هو مش الحب؟ لا، حاجة واحدة. Don't confuse with love. Don't confuse attention with love. يعني ايه؟ تخلطش بين الاهتمام والحب. حد يكتبها يا جماعة. Don't confuse attention with love. الحب حاجة والاهتمام حاجة. ما تطلبوش من حد اهتمام تحت مسمى الحب، عشان كل الستات مش فاهمة يعني ايه حب، فبتقول للرجالة اهتموا بيا. فالرجالة مش فاهمة الحب ولا الستات فاهمة الحب. فالست تقول لك أول حاجة اسألها اللي قدام يعني ايه حب؟ تقول لك يعني اهتمام. لا. طب افرض اللي قدامي أنا بحبه وروحي فيه وما بيهتمش بيا، هبطل أحبه؟ الحب حاجة تانية خالص. الحب حاجة تانية خالص، ملاش علاقة اللي قدامي اهتم ولا ما اهتمش. اللي بيكتب رعاية غلط، اللي بيكتب أمان غلط، اللي بيكتب اهتمام غلط. هم مش عارفين الحب. الحب تواصل روحي قبل التواصل الجسدي، تواصل فكري قبل التواصل الجسدي، تواصل معنوي قبل التواصل الجسدي، تواصل في كل حاجة، تواصل في الطاقات، تواصل في الحاجات الحقيقية، مش في المسميات اللي السوشيال ميديا بتعلمها لنا. مش أنا أعمل فأحب، مش أنا أقدم، لا، أنا بحب. أنا أحب حد، بحبه بحلوه ومره، ملهاش أي علاقة بالكلام اللي بيقولوه بتوع السوشيال ميديا. هو حاجة أنا بحبها، فبمجرد ما أكون قاعد قريب منها طاقتي بتتأثر بيه. هنقول أصل هو اهتمام، أصل هو حنان، أصل هو أمان، أصل Don't confuse attention with love. ما تخلطوش الاهتمام أو الأمان أو الرعاية وتقول عليها إن هو ده الحب. يبقى انتوا ما تعرفوش حب، انتوا كلكم كده جعانين حب. اي حد بيخلط مسمى الحب مع شيء فهو ما يعرفش. وانا ممكن افهمكم بعد كده ده ليه. عشان الفيلينجز ليها نظام تاني خالص هو اللي بيقدر. فممكن اتنين يحبوا بعض بس هم ما يعرفوش يعني ايه كلمه اهتمام. يعني في واحد بيحب واحده وهي مثلا ما بتهتمش بيه، بس هو بيحبها مهما ما تتجاهل هو بيحبها، والعكس. وصلت ولا ما وصلتش؟ فالحب مش زي ما انتم متخيلين ولا زي ما انتم فاكرين، لان كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا غلط، كل اللي بيقولوه غلط. الحب ولا هو امان ولا هو اهتمام ولا هو احتواء ولا هو فلوس ولا هو اي حاجه خالص ملوش علاقه اصلا بكل اللي احنا بنقوله ده خالص. ليه؟ طب ما عادي، ممكن اتنين ما مش طايقين بعض والراجل بيهتم بيها وبيقدرها، وممكن واحده ما بتحبش جوزها بس بتهتم بيه وبتقدره، فملهاش علاقه. لكن ممكن اتنين هنقول احتياج جسدي، طب ما ممكن يعجزوا ومفيش يبقى في بينهم علاقه حميميه ولا علاقه جسديه ولا امال هما بيحبوا بعض ازاي؟ بوجودهم جنب بعض. الحب ده حد عايز حد قاعد جنبه، عايز يشوفه، بيتوانس بيه، بيطمن بيه، بيتآنس بيه، بيحس ان هو موجود. بعيد يقلق يتعب، ما يقدرش يعمل كنترول على مشاعره ولا على عقله ولا على هويته ولا على اي حاجه. ما بيتخيلش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي لا تؤاخذني بما لا املك، والرسول كان لا ينطق عن الهوى. ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاصه الحب ان الحب حاجه لا تملك، ما ينفعش ان احنا نوظفها
في ايه؟ في كلمة، في كلمة ونظرة وعتاب وهري. لا لا خالص خالص. الحب ده حاجة كبيرة، بمجرد ما تتخيل ان انت هتشوف الانسان ده بعد لحظة او هو قاعد قدامك، انت بتحس ان انت ملكت العالم، ملكت الدنيا. مفيش اعلى من كده ممكن توصل. انت تبص له بتتآنس بس بريحته، بنظرة ليه، باسم موجود قدامك، بنظرة، بكلمة، بهكذا. انا مش هقول لكم اكتر من كده عشان تعرفوا تناموا النهارده. المهم يا جماعه، عشان الناس لسه دخلت معانا، don't confuse attention with love. ممنوع نخلط ما بين الاهتمام وما بين الحب. يا ريت تكتب معانا don't confuse attention with love. don't confuse attention with love. ما تلخبطوش الاهتمام بالحب، لان الحب حاجه تانية. ليه اصلا بنقبل باقل؟ لان احنا خايفين من الوحده، من التعلق، من الربط، بين اننا نعيش لوحدنا. طب انا هفضل مستني كده؟ وهنا السؤال، مين اكتر حد قريب ليكم؟ مين اكتر حد بيسمع ليكم؟ 3 حاجات لو انتوا قبلتوها في حياتكم هتوجعكم. كل واحد يفكر ايه هما ال3 حاجات دول ويركز فيهم، واهمهم why did I stay؟ ليه انا موجود؟ ليه فضلت؟ مش عشان الوم نفسي، لكن عشان افهم نفسي. يمكن النهارده كنتوا متعودين تقبلوا باقل مما تستحقوا، لكن الحقيقه انا عايزكم من النهارده تغيروا فكرتكم عن الاستحقاق. ما نطلبش الحب، ما نجريش ورا حد بيرفضنا، ما نبقاش شحاتين مشاعر، ما نبقاش شحاتين اهتمام، ما نبررش الاساءه، ما نخافش الخساره، ما نخافش نخسر حد لدرجه نخسر نفسنا. الناس اللي بتخاف تخسر فتفضل موجودة عشان تتظلم، دي ناس شحاتة، واحنا مش شحاتين. احنا مش عايزين نفضل عايشين مع ناس نتسول عليهم الحب، نتسول قدامهم الاحترام. اللي ما حافظش على علاقتي بيه ووجودي في حياته ما يلزمنيش. ما نطلبش الحب من شخص يشك او يشككي في قيمتك. ما نبقاش عطشانين اهتمام. ما نبررش إساءة تحت مسمى عدم أمان وعدم حب. ما نخافش من خسارة حد لدرجة إن أنا أخسر نفسي أو تخسر نفسك، عشان في أوقات هتيجي تقولي يا ريتني كنت خرجت، يا ريتني كنت بعدت. شكرا يا نولا، تحياتي، شكرا ليك يا حقيقي. ما تقبليش بأقل مما تستحقي لمجرد إنك خايفة تبقي لوحدك. ما تقبليش بالوحدة المؤقتة، لأنها أرحم بكتير من إن أنا أعيش شخص وأنا أصلا مع شخص أنا وحيد معاه. أوقات إحنا بنكون عايشين مع ناس هي أصلا مخليانا عايشين في غربة وإحنا عايشين في وسطهم. أب، أخت، صحاب، إحنا عايشين معاهم مش حاسين إن إحنا موجودين. إحنا بنشحت منهم كل حاجة، بنشحت منهم الاهتمام والحب، الاحترام، تقدير، مشاعر، فتات المشاعر. فليه أنا أفضل قاعد حاسس بغربة قدام الحد اللي هو المفروض أترمى في حضنه، أشبع من حنانه، أشبع من احترامه، أشبع من تقديره. إحنا عايشين في كارثة حقيقية. على فكرة البني آدم يتحمل الجوع بس ما يتحملش قلة الحنان، يتحمل العطش بس ما يتحملش قلة التقدير ولا الاحترام، يتحمل
قلة المال، بس ما ينساش الايد اللي طبطبت عليه وهو ضعيف. الطفل اللي بيبقى خايف وضعيف وبيعيط اوقات كتير ممكن تديله اعظم لقمة في الدنيا وتديها له عشان ياكلها ويشبع، يرفضها. وممكن تطلع فلوس وتديها له ويرفضها. وممكن تجيب لعبة تلعبه بيها ويرفضها. وممكن تجيب له احلى لبس وتديهوله ويرفضها. وممكن تعمل له كل حاجة وتفضل تلعبه ويرفض. وتكتشف ان الطفل كان عايز حاجة واحدة، كان محتاج حد ياخده في حضنه ويطبطب عليه كده ويطبطب عليه، وتلاقيه راح في النوم وهدي. ليه؟ فكان ينقصه الشعور بالامان والحنان والحب اللي مغطيه ده. وقتها هتشوف الطفل هدي بقى كويس. الستات بتاعت زمان لما كان ابنهم يقع في الارض يتخبط، حتى لو اتخبط خبطه كبيره ودماغه اتكسرت، تشتغل الطفل وتحطه على صدرها وترضعه لو هو رضيع يسكت. الستات بتاعت النهارده اوه هي ها يا ولد، هبل. مش فاهمين ان الطفل مش محتاج يخاف ولا محتاج ان انتوا توقفوه او توصلوه لاي حد انتوا عايزين ده. لا، هو عايز بس يحس بحنان امه وياخد المسكن الطبيعي اللي في صدر امه. ست احنا كلنا بنحتاج ده، احنا بنحتاج ده. هل احنا ضعاف؟ احنا ضعاف قدام الحد اللي احنا محتاجين ما نبقاش ضعاف قدامه، او الحد يأمن، او الحد ده. عشان كده لا ترضي بأقل مما تستحقي، تحت مسمى بيحبني، هيتغير، هيبقى كويس، هيبقى. ما تقبليش بأقل مما تستحقي. لو انت قبلتي بأقل مما تستحقي هتشوفي أسوأ مما كنت متخيلة ان انت تشوفيه، من أهل، أصحاب، قرايب، أصدقاء، إخوات، أي حاجة. أي حد بيحط نفسه تحت أي مسمى ما تحطوش. ما تحطيش نفسك في كاتيجوري انت مش عارفه معناه. ما تحطيش نفسك في دور الحبيبه وانت مش عارفه الحبيبه. ما تحطيش نفسك في دور المنقذه وانت مش منقذه. ما تحطيش نفسك في دور المظلومه وانت مش مظلومه. ما تحطيش نفسك في دور الضحيه وانت مش ضحيه. وانا هنا كلامي عن كل واحده بتقبل باقل مما تستحق. ليه؟ لان احنا بنقبل في الشغل الغلط والناس الغلط والاشخاص الغلط تحت مسميات كلها غلط في غلط. اختك، اخوك، امك، ابوك، ابنك، زوجتك، صاحبك، زميلك في الشغل. ما ينفعش. ده كلام ملوش اي صحة من الاساس. انا بس بسأل نفسي سؤال، انا ليه بكون موجود واحط قدامي كلمة واحدة واغير بقى؟ don't confuse attention with love. ما نخبطش اي حاجة مع الحب. don't confuse attention with love. عشان كده حبيت النهاردة اقول لكم التحدي الجديد. وسامحوني لو انا ما لحقتش اخد النهاردة ضيوف، لكن على موعدنا بكرة ان انا وعد مني ان انا اخدكم من بدري نكون موجودين مع بعض. ولو هطلع بدري هعمل لكم ستوري، تابعوا الستوري على اي منصة. هنعلن احنا هنطلع امتى عشان ناخد اكبر عدد من الضيوف. عشان كده نبدأ تحدي الاسبوع للناس اللي غيرته النهاردة كان اخر يوم. 5 حاجات هنمشي عليهم. قيمتنا الحقيقية او قيمتنا الذاتية. التغيير الحقيقي بيبدأ لما احنا بنوصل لمرحلة القيمة الذاتية. تقدير الذات هو ده اللي بيخليني انا لما بقابل حد وانا مسافر ولا انا في مطار ولا حد بيحكي معايا في الرحلة ولا صديق ولا اي حاجة، اهم نصيحة، او ساعات وانا حتى داخل اختم والله في الاميجريشن بيبقى في بنات كويسة ورجالة كويسة بتسألوا ان نعمل ايه؟ القيمة، قيمتي الذاتية، اسمي وشكلي ومظهري وعنواني وكل حاجة، قيمتي الذاتية. ان انا مرضاش باقل مما استحق. احترامي، تقديري،
ادبي شكلي مظهري يهمني انا، وجب مع اي حد يتعامل معايا يقبلني زي ما انا، طالما انا ما ضرتوش وطالما انا ما اذيتوش وطالما انا ما نجيتش عليه. حدوده تنتهي عند حدودي، حريته تنتهي عند حريتي. احترام الانسان لنفسه بيبدا لما يحترم نفسه. من يحترم يحترم. قيمتنا الذاتيه لها ارض باقل مما تستحقي. اهلك ما يقنعوكيش تتجوزي واحد عشان انتوا ظروفكم الماديه وحشه فترضي باقل مما تستحقي. اصل انتوا عايشين في منطقه سكنيه مش ولا بد، اصل انت باباكي مش قد كده فما ترضيش باللي قد كده. لا يا ماما، حطي رجل على الرجل. اللي يجي يتجوزك يعرف ان انت ليكي قيمه يعليكي، لكن عارف ان انت اقل من قيمتك هيرضى باقل من قيمتك وهيوقعك. القيمه انك تشوفي نفسك ذو قيمه، ده اول حاجه. التحدي التاني ريليشن شيب، اصحاب، اخوات، اصدقاء. وبصوا اي حد تحت اي مسمى. اقول لكم على حل بسيط: البطاقه بتاعتكم او الباسبور بتاعكم او الهويه بتاعتكم، الاي دي، كل واحد على حسب دولته، هاتها كده وفصص اسمك كامل. شوف هو يتبع لمين، وعيلتك واهلك واخواتك وولادك، وشوفوا السلاله اللي انتوا طالعين منها بما فيهم زملائكم في الشغل واصحابكم، وشوفوا مين فيهم اللي ينفع يكون موجود ومين فيهم اللي محتاج اغربله. وغربل وريح. كل ما هتغربل اكتر كل ما هترتاح اكتر، كل ما هتعلى اكتر، وكل ما هتدوس على كتير هتوصل بسرعه وهتعلى قوي. ودي الانانيه، السيلف لاف. السيلف لاف ان انا اعرف ادوس قوي عشان اعلى قوي. طب ادوس بظلم؟ لا، هدوس بحق عشان الناس ما تاخدش الكلام غلط. كل ما هغربل هكسر وههدم لما كدابه حواليا، وكل ما هطلع ناس من حياتي هيبقى في دوشه بتطلع، ادوس على الدوشه اعلى، وهكذا بيجي النجاح. ان انا اقدر اوصل لاي طريق. اللي هيقول لي اصحاب اخوات ولاد ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. جاب لكم اكتر 2 في الدنيا ممكن تحذروه، فما بالكم اللي اعلى منهم؟ اولادكم وازواجكم. يعني اللي بعدهم اقل، الاخوات اقل، الاصحاب اقل، زملاء العمل اقل، انتيمي وانتمتي اقل فالاقل. فهاو كام يعني، هاو كام. لو انتوا مش فاهمين ده لازم تفهموا ده. هو ربنا جابها صريح: ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. وربنا ما قالش اي حاجه، قال لك احذر. فانا احذر الكل عشان اعرف اوصل، عشان اعرف انجح، عشان اعرف ارتاح، عشان سلامي النفسي، عشان خسارتي النفسيه، عشان ما اتعبش، عشان ما ابقاش عرضه للاستهلاك. اللي عايزني طوارئ انا مش بتاع طوارئ. اللي يتصل بيا في مصلحه ليه وما يعرفنيش وما يشوفنيش وانا تعبان اخرجه من حياتي فورا دلوقتي. واللي بيقول لي البلوك مش حل، البلوك هو الحل. ما تصدقوش حد مش فاهم يضحك عليكم. اللي مش بيقدرني ومش بيحترمني ما ينفعش يشوفني في حياته، احرمه من حياتي. الحاجه الثالثه هو الخوف، وانا صرعت الخوف ده مرارا وتكرارا. مفيش حاجه اسمها خوف، مفيش حاجه اسمها خوف. الخوف من الرفض، الخوف من الفقد، الخوف من الضياع، الخوف. واجهوا الخوف بانكم تاخدوا استبات ناحيه الخوف. سايقين عربيه، حطي رجلك في البنزين ودوسي. الحدود، اللي ما بيعرفش يعمل هيلثي باوندرز عمره ما هينجح، عمره ما هينجح. نختم: التغيير، لازم نتغير. if nothing change nothing change. that's it. اشوفكم على خير، حلقه جديده جميله من جلسات الوعي. الحلقه هتكون موجوده على الابلكيشن الاحمر، اللي عايز يتفرج عليها. النهارده ما خدناش ضيوف، هتنزل كامله ان شاء الله بكره. تابعوا الحلقات اللي بتنزل دلوقتي، بقى في حلقات يوميا بتنزل. تابعوا دايما باستمرار الابلكيشن الاحمر بنفس اليوزر نيم بتاع التيك توك. ادخلوا اعملوا سبسكرايب وفعل الجرس يجي لك كل الاشعارات. ولو حتى انت ما تعرفش هتلاقي فيه حاجات قديمه موجوده من بدري. تحياتي يا نولا، والله حقيقي شكرا ليكي، شكرا ليكي والله. كل الترحيب وكل الشكر ليكي وعلى دعمك انت والساده الموجودين معانا.
فسامحوني النهارده ان انا ما قدرتش اخد ضيوف. جهزوا بكره من بدري، انا ممكن اطلع اخد ضيوف كتير واكتر حاجه، بس حبيت ان انا ما سيبلكوش جلسه وعي ما تكونش موجوده النهارده. شكرا يا جودي، شكرا يا سوسو، شكرا لكل الضيوف اللي معانا النهارده. تابعوا الحلقه دي مهمه، هحطها لكم، واول ما هتنزل على الابلكيشن الاحمر هعلم لكم على الستوري وهيكون موجوده على القناه. تابعوها لان دي حلقه محتاجه تتذاكر. انا طالع بقولها لكم من القلب للقلب، من القلب للقلب. انا عايزكم تتغيروا. تحياتي انا عايزكم تتغيروا حقيقي. انا محتاج ان انتوا تتغيروا، وانا اولكم. صدقوني اللي مش قادر يتغير في حياته عمره ما هيتغير، عمره ما هيتغير. الحلقه دي بيكون لها عنوان، كل حلقه بيكون لها عنوان. الحلقه دي انا هسيبها لكم، لا تقبل باقل مما تستحق، وهكتب ما بين قوسين تحدي التغيير الجزء الثاني، لان في جزء اولاني هقول لكم هي بتبقى اسمها ايه، بس تابعوا الحلقات، تابعوا الحلقات. بس الحلقه دي بالذات محتاجين if nothing change nothing change. لو مفيش حاجات في حياتكم هتقدروا تغيروها، مفيش حاجه هتتغير اصلا. اكتبوها. لو مفيش حاجات في حياتنا هتتغير، مفيش حاجه هتتغير. بالعاميه لو ما قدرتوش تغيروا من شويه حاجات في حياتكم، مفيش حاجه عندكم في حياتكم هتتغير. اللي بيسال وعايز الحلقه دي، كل الحلقات اصلا اوريدي بقت موجوده على الابلكيشن الاحمر. الابلكيشن الاحمر هتدخلوا لحظه 1 سكند على الابلكيشن ده، تمام اهو. بندخل هنا هتلاقوا هنا الفيديوز، وده الكفر بتاعها. مش عارف هو واضح ولا لا. الكفر لا تبدأ أبدا، وأعني أبدا بعبارة. الكفر بتاعها ده هي الحلقات اهي بدأت تنزل اللي بتتقسم. يا ريت تتابعوها واعمل سبسكرايب واشتراك ليها. الحلقات هيدخلوا اتفرجوا على الحلقات. في حلقات بتنزل كل شويه بينزل فيها مقاطع. المقاطع اللي بتنزل كل شويه بنزل لكم جزء، بس الحلقه دي بالذات ما فيهاش اي تقطيع، فهتنزل حلقه اوريدي كامله. عشان كده في جلسه وعي هنتغير. امشي دايما بقول ما بينك وما بين نفسك let them go I don't care about them. اشوفكم على خير. حلقه جديده جميله من جلسات الوعي. جلسه وعي كل يوم على تيك توك الساعه 12:30 توقيت مصر، والساعه 1:30 توقيت الامارات. اشوفكم على خير منورين، وسامحوني النهارده على التاثير. بكره جاي لكم بموضوع قوي جدا اقوى من كده، وجهز التحدي على الاسبوع ده. اللي جاهز للتحدي عشان الهدايا هتبدا تتوزع على التحدي. اوريدي في ناس فازت في الاسبوع الاول، بس انا مش هقدر اضيفهم النهارده. ما نشوف هيعملوا في التحدي الثاني، لان دول هيكسبوا حاجه كويسه. عشان كده يعني صدقوني انا بقدم لكم كورس مهم قوي للي عايز يتغير. تصبحوا على خير. وتحدي الاسبوع ده سهل، بس محتاج الانسان اللي عايز يتغير. اشوفكم على خير ان شاء الله، وهكون موجود معاكم. انا بحاول اعرف الاسامي اللي كانت عايزه تدخل عشان بكره ان شاء الله. كل الضيوف يا جماعه اللي كانوا عايزين يطلعوا النهارده يجهزوا نفسهم، هقبلهم اول ما ادخل بكره. انا يعتبر قريت نظره سريعه كده على اللي موجودين، وبكره ان شاء الله. كيف تعرف يا دكتور اننا مشاركين؟ الحمد لله دي حاجه من عند ربنا. انا بشوف الضيوف اهو، وبشوف الناس اللي موجوده معانا. اشوفكم على خير في جلسه جديده جميله من جلسات الوعي. تصبحوا على خير. دعواكم بالحفظ والتيسير.